امبارح كلنا تابعنا اللي حصل في قريه سيدس الامراء في بني سويف. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيشهد افتتاح مشروعات وكل مع الناس لقمه وقال كلمتين مهمين. طب هو ايه الكلام المهم اللي اتقال في بني سويف؟ انا مصطفى الغريب وده سؤال. خلينا في البدايه نتفق ان اللي بيحصل في الصعيد طفره كبيره، وشكل الصعيد اختلف في السنين اللي فاتت، وتحديدا بعد 2014، ودي حاجه محدش يقدر ينكرها. ويمكن زياره الرئيس امبارح لبني سويف بتاكد الاهتمام بالصعيد. لكن انا مش هكلمك النهارده عن الانجازات اللي اتعملت في الصعيد، لكن هكلمك عن المكاشفه اللي حصلت من الرئيس للمواطنين بخصوص الاوضاع الحاليه والكلام المهم اللي اتقال. الرئيس قال بمنتهى الوضوح والصراحه ان المصريين يستحملوا كتير جدا، وده بسبب الظروف الصعبه اللي البلد عدت بيها اخر 4 سنين، بسبب ازمه كورونا والحرب الاوكرانيه الروسيه اللي تسببوا في ازمه اقتصاديه عالميه كبيره. واتكلم كمان عن خطه الاصلاح الاقتصادي في 2016 واللي بسببها معدلات النمو للناتج المحلي تقدم جدا ووصلت 5.6 او 5.8%، وكان في امل لتحقيق اكتر، ولكن جت الازمات دي وعطلت الدنيا. وبرده الرئيس اتكلم في نقطه مهمه وهي متعلقه بزياده اسعار القمح عالميا، واللي اثرت على ميزانيه الدوله عشان يتوفر رغيف العيش للمواطن وما يحصلش فيه اي ازمه. واكد في نفس الوقت ان في شغل بيتعمل لاضافه مساحات كبيره من الاراضي، وده في حدود 3 أو 4 مليون فدان في سنتين او 3، بالاضافه لبرنامج الريف المصري، وده لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الاساسيه الغذائيه المطلوبه لتقليل تكلفه الاستيراد. وقال ان زياده الاراضي الزراعيه بتوفر فرص عمل كبيره للشباب، وقال ان كل 3 مليون فدان بيتم استصلاحهم بيوفروا 1.5 مليون فرصه عمل للشباب. واتكلم كمان عن زياده اسعار برميل البترول، وقال ان اي زياده فيها حتى لو كان الدولار واحد بتكلف الدوله مليارات سنويا، مع الوضع في الاعتبار ان ثمن البرميل في الميزانيه $65. والكلام دار كمان عن مشكله كلنا بنعاني منها وهي قطع الكهرباء، وهنا اتقال كلام مهم وصريح. الرئيس قال ان احنا عندنا محطات كافيه لانتاج كل اللي احنا عايزينه واكتر، لكن ارتفاع اسعار الغاز والبترول بتاثر على عمل المحطات دي، ولو ما كناش دوله منتجه للغاز كان هيبقى عندنا مشكلات اكبر. وزي ما قلنا لما البرميل في الميزانيه يوصل سعره $65 وبعد كده تلاقيه يوصل 80 وممكن يوصل 90، فده بيكلف مليارات وممكن يعمل ازمات. والموضوع ما كانش كلام وطبطبه بس، لكن في اخر كلمته الرئيس اعلن عن قرارات مهمه جدا، وده لتخفيف الاعباء عن المواطنين. انا كنت نشرتها امبارح على الصفحه بالتفصيل، هسيب لكم اللينك بتاعها في التعليقات. المهم بقى لو انتم من سكان الصعيد اكتبوا لي في التعليقات عن مدى التطور اللي حصل عندكم والدنيا دلوقتي بقت عامله ازاي. سلام.